لو عمرك ما عملتي تشيز كيك قبل كده يبقى الفيديو ده معمول علشانك. النهاردة هنعمل مع بعض تشيز كيك بارد من غير فرن ولا بيض ومن غير اي تعقيدات خالص، بس بطعم خيالي. جاهزة تشوفي المقادير مع بعض؟ يلا بينا نبدأ. هنبدأ بأبسط حاجة. معايا معلقة كبيرة جيلاتين، والجيلاتين يكون بودرة. هدوبها في ربع كوباية مية سخنة، واهم حاجة ان المية تكون سخنة بتغلي علشان الجيلاتين يدوب كويس. هسيبها تبرد على جنب لحد ما اجهز كريمه التشيز بتاعتي. السر كله هنا. معايا نص كوبايه سكر وكوبايه كريم شانتيه خام او كريمه لباني. لو متوفر عندك كريمه لباني، لو مش متوفر عندك يبقى استخدمي كريم شانتيه خام موجود عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات او عند العطار موجود برضو عادي. و2 معلقه كبيره جبنه كريمي، لو مش موجود برضو جبنه كريمي ممكن الجبنه المثلثات او الجبنه المربعات. وكوبايه ونص لبن ساقع. انا ضفت في الاول كوبايه لبن وضربت المكونات، وبدات بعد كده اضيف النص كوبايه بالتدريج، وضربتهم مع بعض كويس جدا لحد ما الكريمه بدات انها تتماسك معايا. وهتلاقي كميه الكريمه بتزيد معاكي. انا هنا عشان مستخدمه ريتشي المتحده في الكريمه، في كريم شانتيه، فنوعه كان كويس جدا، من النوع اللي هو بيزيد. انا هنا الكريمه زادت معايا خالص، وهنا كان الجيلاتين برد. هضيفه على الخليط وهبدأ ان انا اضربه تاني لحد ما الاقي الجيلاتين اختفى تماما وتجانس مع الكريمة. بعد كده بعد ما ضربت الكريمة كويس، هحط الكريمة في التلاجة تسقع لحد ما اجهز طبقة البسكوت بتاعتي. انا هنا معايا 200 جرام بسكوت سادة، اي نوع انتي بتفضليه. انا هنا مستخدمة بسكوت ماري، واهم حاجة ان البسكوت ان هو يكون سادة بالفانيليا، ما يبقاش ليه طعم. اطحنه في الكبة لحد ما يتطحن كويس ويبقى يبقى بودرة خالص. يعني انا عايزاه بودرة او يبقى شبه الرملة كده. انا هنا مش حابة ان انا اقطع في الفيديو، انا حاباكم تشوفوا كل حاجة. شايفين؟ ويبقى بالقوام ده. معايا بقى معلقتين سمنة بلدي سايحة، سمنة بلدي كنت مسيحاها. لو مش حابة السمنة البلدي ضيفي زبدة، بس السمنة البلدي بيدي طعم حلو جدا ويبقى طعمها تحفة جدا. ضفت السمنة البلدي وهرجع تاني اضرب البسكوت مع السمنة البلدي لحد ما الاقي البسكوت بقى شكل الرمل المندية كده. هو ده القوام المطلوب، وما نبالغش في كمية السمنة علشان البسكوت ما يحجرش معانا. علشان انتي لو زودتي كمية سمنة البسكوت هتلاقيه نشف جدا معاكي ومش هتعرفي تاكليه خالص، او انك تقطعيه بالمعلقة. وده شكل البسكوت، شكل شايفينه شكل الرملة المندية بالظبط. لما بضغط عليه بيتساوى بيبقى كويس جدا. هجيب بقى قوالب التشيز كيك، او لو عندك علب صغيرة اي حاجة متوفرة عندك. لو مش عندك علب او قوالب، ولو عندك الصواني بتاعه التشيز كيك اللي هي بتتفتح من الجنب استخدميها. هضيف طبقة من البسكوت مقدار معلقة كبيرة، وهبدأ ان انا اوزعها في القالب، وهسويها بظهر المعلقة او بقالب تاني. لو عندك قالب تاني زي ده برضو متوفر معاكي، وهتضغطي عليها هتقطعي الجزء التاني وهتضغطي على البسكوت من فوق هيتسوى. بس انا هنا سويته بظهر المعلقة وكان متساوي كويس جدا. هعمل باقي الكمية بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها. انا هنا خلصت باقي الكمية كلها. هحط الكريمة. انا هنا استخدمت كيس حلواني عشان اعرف ان انا اوزع الكريمة كويس فوق طبقة البسكوت.
بعد كده هبدأ ان انا اسويها بظهر معلقة برضو، ما تخبطيش زي ما انا عملت كده في الاول، علشان لما جيت اخبط لقيت البسكوت هيتفرفت معايا وهيطلع فوق الكريمة. سويها بظهر معلقة، وبرضو هكمل باقي الكمية بنفس الطريقة زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد ما اخلص الكمية كلها هدخلهم التلاجة علشان الكريمة تمسك كويس. بعد ما سبتها تبرد وتتماسك جه وقت السحر. هنزينها بالصوصات المتوفرة عندنا في البيت، مش شرط انك تشتري من بره، المتوفر عندك استخدميه. اول حاجة عملتها بصوص البيستاشيو، وطبعا الصوصات دي بتبقى متخففة بزيت، واهم حاجة ان الزيت يكون نوع نضيف، ما يبقاش ليه ريحة، علشان لو الزيت نوعه مش نضيف وليه ريحة بيغير من طعم الصوص وبيبقى طعمه مش حلو خالص. هيبقى معايا معلقة واحدة من الصوص ايا كان اي صوص انتي بتفضليه، معلقة واحدة عليها معلقة من الزيت، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما الاقي الصوص بتاعي بقى ناعم خالص وما فيهوش اي كتل. زي ما انتوا شايفين التوبنج اللي انا استخدمته هو صوص البيستاشيو واللوتس وفراولة وكندر وبلوبيري ونوتيلا ورافاييلو. طبعا التزيين زي ما تحبوا، مش شرط تعملوا جميع الصوصات اللي انا استخدمتها، ممكن المتوفر عندك في البيت ممكن نوتيلا بس، وممكن تعمليه بالجيلي هيبقى حلو جدا. انا برضو كنت عملت طريقة تانية تشيز كيك بالجيلي، هحطها لكم في الديسكريبشن بوكس. بصراحة دي اكتر الحلويات اللي ممكن تعمليها في 10 دقايق وتخلي اي حد يفتكر انك محترفة حلويات. جربيها وقوليلي في الكومنتات ايه رأيك. شايفين الجمال ده؟ صوص البلو بيري حاجة كده تحفة، كان حلو جدا. انا هنا التزيين حطيت على اللوتس بسكوت لوتس مجروش مفروم صغير برضو كده، وعلى النوتيلا صوص شوكولاتة وشوكولاتة جريسبي صغيرة، وحطيت على البيستاشيو برضو بسكوت لوتس مفروم. اهم حاجة ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، وتعملي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد من مطبخ نونا. اشوفكم في فيديو جديد.